السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير؟ راني مزيان، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون على حكيم زياش. شكون هو حكيم زياش؟ مسيرته الكرويه، فين تولد والنوادي اللي لعب فيهم. يعني غادي نهضر على المسيره الكرويه ديالو من 2001 حتى 2025، لكن غيجي الفيديو طويل، فانا قسمت هذا الفيديو الى جوج ديال الاجزاء او الى جزئين. الجزء الاول غادي نهضر فيه من 2001 ل 2016، والجزء الثاني ان شاء الله غادي يكون فيه من 2016 ل 2025 ان شاء الله. المهم، من هو حكيم زياش؟ شكون هو هذا حكيم زياش؟ نعطيكم التفاصيل عليه. ولد حكيم زياش يوم 19 مارس 1993 في مدينة درونتن الهولندية، وهو الأخ الأصغر بين 9 أطفال، منهم 5 أولاد ذكور و4 بنات، لأم وأب مغربيان ينحدران من مدينة بركان، وبالضبط قرية تافوغالت، وهي قرية أمازيغية. تحية الناس الأمازيغ من هذا المنبر. حكيم زياش عنده جوج ديال الجنسيات، له جنسيتان، جنسية هولندية وجنسية مغربية، وبسبب حبه للمغرب مثل المغرب ولعب مع المنتخب المغربي. يعني كيبغي المغرب، كيحب المغرب، مثل المنتخب المغربي بدل هولندا، يعني هولندا التي ترعرع فيها ونشأ فيها وولد فيها. وأول نادي تسجل فيه كان نادي هولندي اللي هو أكاديمية درونتن الهولندي. في سنة 2003، يعني 2003، توفى ليه الأب ديالو. وزياش ديك الساعة كانت عندو 10 سنوات، يعني كانت عندو 10 سنوات. حكيم زياش كيتوفى ليه الأب ديالو سنة 2003. نمشيو للمسيرة الكروية ديالو من 2001 ل 2012، وبالخصوص من 2001 ل 2007. في هذه الفترة هذه لعب في أكاديمية ريال درويتن، وانتقل، يعني في هذه الفترة هذه لعب في أكاديمية ديال النادي ديال المدينة اللي نشأ فيها. في 2007 انتقل للنادي هير نيفر، ولعب مع الفئات العمرية. في 2007 مشى لواحد النادي آخر اللي هو هير نيفر، ولعب مع الفئات العمرية لهذا النادي حتى 2012. عاد غادي يطلعوه يلعب فين؟ غيطلعوه يلعب مع الفئات، عفوا مع الفريق الاول لهذا النادي هذا. غيطلعوه يلعب مع الفريق الاول لهذا النادي، وتألق معاهم وسجل 13 هدف من 46 مباراة. يعني لعب معاهم 46 مباراة، سجل فيها 13 هدف في موسمين. يعني لعب معهم جوج ديال المواسم، لعب 46 مباراة في جوج مواسم، وسجل 13 هدف. وبالضبط في 2012 زياش غادي يلعب مع الفريق الاول النادي هير نيفر في المباراة الثالثة ضد رابيدز بوخارست ضمن تصفيات الدوري الأوروبي. نمشي بكم من 2013 ل 2014. زياش كيسجل أول هدف ليه مع هذا النادي هذا اللي هو نادي هير نيفر، وعطاه جوج ديال الاسيست اللي جاو منهم جوج الاهداف ديال التعادل. وهذا التعادل كان ضد فريق اياكس اللي غيلعب ليه زياش من هنا لقدام ان شاء الله. يعني انتهت المباراة بالتعادل 3-3. مزيان. نمشي بكم من 2015 ل 2016. هنا اختار يعني الفريق هير نيفر، اختار زياش يكون هو العميد ديال الفريق، يعني كابتن الفريق، عطاو شارة العمادة. لكن في اوائل يناير من هذه السنة، يعني سنة 2016، كيحيدوا ليه شارة العمادة. علاش؟ يعني حسب قولهم، هادشي اللي قالوه هما، قالوا باللي يعني زياش قال شي هضره على النادي ديالو، والله اعلم. وفي هذه الفتره هذه، يعني في هذه السنه ديال 2016، تألق زياش وسجل ما يقارب 17 هدف، وعطى 10 ديال التمريرات حاسمه لتسجيل الاهداف. يعني في 2016 بدا كيبحث على نوادي اخرى، يعني بغى ينتقل لنادي اخر.
ومشى كيقلب على نوادي اخرين في القاره العجوز، واهتمت به مجموعه من الفرق، من النوادي كإنتر ميلان، وواحد النادي في تركيا، واياكس. هاد اياكس هي اللي غادي يوقع معاها عقد، غادي يوقع معاها عقد ديال 4 ديال السنوات مقابل 11 مليون يورو. المهم هادشي اللي كان كيف ما قلت لكم، غادي نهضر من المسيره الكرويه ديال حكيم زياش من 2001 ل 2016. الان وصلت معكم ل 2016. اللي مهتم يخلي لي، اللي مهتم بالحياه ديال هذا اللاعب هذا اللي هو حكيم زياش، بغى يعرف المسيره ديالو من 2016 ل 2025، النوادي اللي لعب فيهم، يخليها لي في التعاليق باش ان شاء الله ندير فيديو اخر. السلام عليكم.